السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم مصطفى مجيد، إن شاء الله حلقة جديدة في قناتكم يوميات غاية وبدج. النهاردة يعني هنتكلم في نقطة حساسة قوي، وللأسف مع كامل احترامي لكل مربين الطيور ومع كامل احترامي لأي حد بيربي طيور زينة، النقطة دي للأسف أنا بشوفها عند ناس، للأسف ناس ما شاء الله المفروض إن هم ناس محترفين وناس قدام وناس بتعلم ناس وناس بتدي ناس معلومة، وللأسف يعني النقطة دي بتعدي بقى الله أعلم بتعدي عليه كده، ولا هو الموضوع مش في دماغه ان هو دي حاجة ممكن تسبب مشاكل وممكن تعمل للهاوي اللي بيتعلم منه مشكلة، وممكن بل بالعكس تخلي الهاوي اصلا يصفي ويكره الهواية كلها بسبب النقطة دي. ايه هي النقطة يا جماعة؟ موضوع النظافه وغيار الفرشه اللي بتبقى تحت الطيور او النشاره او ايا كان انت بتستخدم فرشه بقى نشاره، فرشه فول صويا، فرشه تبن، فرشه قشر فول. في ناس كتير بتستخدم انواع مختلفه من الفرشه اللي بتبقى تحت الطيور. انا عن نفسي بستخدم النشاره، وده من زمان قوي 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 قوي، يعني ده الحمد لله من زمان، وبفضل الله جايبه معاه نتيجه سحريه جدا. مطلع عصفور نظيف، مطلع عصفور ما فيهوش مشاكل، مطلع عصفور بطنه نظيفه، ما فيهوش مشاكل في رجله، ما فيهوش مشاكل اعاقيه. ده كله ممكن يحصل بسبب الفرشه. مش عايز اعدلكم كميه المشاكل اللي ممكن تواجهها بسبب انك ما تنضفش طيورك وتغير الفرشه اللي هي النشاره او ايا كان الفرشه بتستخدمها. لو بتستخدم نشاره زي ما انت حضرتك شايف كده خشنه، زي ما حضرتك شايف كده نشاره خشنه، ما تجيبش نشاره ناعمه. لو حضرتك بتستخدم نشاره تبقى يفضل نشاره خشنه، ما تجيبش نشاره ناعمه. اي حاجه تستخدمها ما عنديش مشكله، المهم المشكله اللي عندي ان انت يعني ما تستخدمهاش خالص، او تحط شويه نشاره كده يعني قد دول كده وتفضل حاطط شويه نشاره تفضل سايبهم لغايه ما العصافير تتفطم. وللاسف ده اللي بيزعلني بقول لكم يا جماعه، وده اللي بيخلي الواحد مستغرب. يعني للاسف ناس المفروض ان هي صحابات محتوى، والمفروض ان هي بتقدم معلومه، للاسف بيوري ناس زغاليل وبيوري ناس فروخ بتبقى لسه بعشوش. وللاسف العيش منظره يعني ما يصحش انك توصل معلومه. طبعا الحمد لله بفضل الله انا طول عمري بحب ان انا ابقى في حالي في هوايتي، بس في حاجات بشوفها كده بتضايقني نفسيا من جوه. وممكن الهاوي المبتدئ لما يطلع حضرتك وسعادتك لما تيجي تديله معلومه يبص يلاقي ان كده دي معلومه مش فارقه معاه. يعني لما يلاقي العش مش نضيف يقول لك عادي، ما انا اللي قال لي او اتعلمت منه كان العش مش نضيف وعادي والزغاليل بتطلع والدنيا جميله. لا، ده غلط، ده علامه اكس كبيره قوي وخطر. لو مش هيجي دلوقتي خطر هيجي بعدين، بس هو خطر مؤكد وهيحصل في اي وقت انك ما تهتمش بنظافه العش، بالدرج بتاع الفروخ، النشاره زي ما احنا شايفين. لا قوه الا بالله. بص، لا قوه الا بالله، على سبيل المثال لا قوه الا بالله، دول 3 عشوش بفضل الله، والحمد لله ربنا يعني يكرم وربنا مبارك، الحمد لله وخير ربنا كتير، اللهم لك الف حمد وشكر. حاجاتكم يا جماعه لا قوه الا بالله، من فضل ربنا علينا، لا قوه الا بالله. بصوا لا قوه الا بالله، جايب لكم اعمار بفضل الله مختلفه عشان تشوفوا بفضل الله المراحل وقد ايه صحه الزغلول بتصح معاك، والزغلول بيطلع قوي معاك، بيطلع يعني فوق ما انت متخيل من خدمه، لان كل ما العصفور اتخدم صح هيطلع لك صحته مظبوطه صح. فبفضل الله جايب لك اعمار مختلفه عشان اوريك التسلسل والمراحل العمريه. لما انت بتبقى بتهتم بزغلولك وبتراعي زغلولك وبتحافظ على زغلولك، قد ايه الزغلول بيطلع معاك ما شاء الله سليم، يعني بيطلع سليم ما فيهوش مشاكل. فخلي بالكم فرشه النشاره او تنظيف العش باستمرار، خصوصا لما يكون في زغاليل، ده لو ما اهتمتش بيه انت بتطلع زغاليل معقده نفسيا، لانك الزغلول بيبقى طالع صحته حلوه انت بتهده. طب ليه يا مصطفى ليه كده بتقول ده كله؟ لان ببساطه جدا لو انت ما اهتمتش فرشه النشاره دايما تبقى نظيفه والعش يبقى ناشف كده نظيف كده، للاسف في زغاليل اهاليها بتاكلها، لما تيجي تاكلها بتلاقي العش فضلات الزغلول تنزل سايبه، فللاسف بتعمل لزوجه في الارض، فبتجيب للعصفور برد وبتعمل له مشاكل. تخيل انت حد ينيمك، اعزكم الله، حد ينيمك على بلاط ومرشوش عليه ميه، هل انت هتعرف تنام؟ تخيل عيشتك هتبقى عامله ازاي. فانت قيس دايما نفسك على الكائن الحي اللي بتربيه، لان ده مسؤول منك وانت ملزم، وما دام ارتضيت تربي عصفور او اي كائن حي يبقى انت الكائن الحي ده ملزم منك. ما تقوليش اي اعذار، ما تقوليش اصل كسلت، ما تقوليش اصل لا، ما تربيش كائن حي بشكل عام. حضرتك مش قد تربيه كائن حي بمنتهى الصراحه والوضوح، ما تربهاش. اي كائن حي انت مجرد ما ارتضيت تربيه وتدخله بيتك او بتربيه في مكان، يبقى لازم تحافظ عليه زي ما بتحافظ على اولادك تماما. الكلام ده يا جماعه واضح وما فيهوش اي يعني متهيألي زعل، لان الناس كلها بتربي اي كائن حي لازم تهتم. فانا النهارده جايب لك بفضل الله
اعمار مختلفه عشان اوريك بفضل الله لما بتهتم بفضل الله الزغلول بيطلع ازاي صحته حلوه، بيطلع ما فيهوش مشاكل، بيطلع ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حجمه حلو. خد بالك ما هو الحجم برضه بيفرق في الرعايه يا جماعه. العصافير واي كائن حي خدمه. يعني ايه خدمه؟ طول ما انت بتخدم الكائن الحي، طول ما انت بتراعي الكائن الحي، طول ما انت مهتم بالكائن الحي، بفضل الله الكائن الحي هتلاقيه طالع عندك محترم. بصوا بمنتهى البساطه بفضل الله هوريك حاجه بسيطه. بصوا بفضل الله ده اصغر فرخ، بصوا طالع نضيف ازاي واكل. ليه؟ لان الاهالي بتخش بتلاقي العش مؤهل نضيف، تقدر تاكل، تقدر تهتم بزغلولها. فما شاء الله تلاقي الزغلول بصوا ما شاء الله ناشف، وبصوا مفيهوش مشاكل من تحت لا قوه الا بالله. وما شاء الله الحوصله مليانه اهي، اللي هو لبن العصفور او السائل اللي هو لسه في الحوصله الام بتهضمه بنسميه لبن العصفور. بصوا ما شاء الله. هنوريكم بس الاعمار المختلفه عشان تعرفوا قد ايه بفضل الله ده فارق في صحه زغلول بس. وبصوا ده كبر شويه عنه، وده حجم تاني، ابتدى الاهالي تديله الحبوب بقى اهي. بصوا لو لاحظتوا الحبوب بفضل الله اهي، بصوا ما شاء الله برضك ما شاء الله. بصوا صحه بتبان بقى من استنبات الريش اللي هو ريش النواعم او الطبقه اللي هي الحمايه اللي تحت اللي هي البيضه دي. بصوا نجيب لكم حجم اكبر بفضل الله. بصوا كله قدام عينكم. احنا دايما بفضل الله بنحب اي معلومه نوديها لكم لغايه باب بيتكم وانتم مستريحين، تبقى معلومه بفضل الله عن تجربه، ودايما معلومه صوت وصوره. كلام سهل، كلام ما فيش ابسط منه. ممكن اطلع 24 ساعه او اعمل لكم فيديوهات. انا طبعا بتاخر فيديوهات بس فعلا ما بحبش انزل فيديوهات وخلاص، يكون معلومه فعلا مفيده واللي يتفرج عليها يستفيد من المعلومه. بصوا لا قوه الا بالله العمر ده، لا قوه الا بالله. بصوا العمر ده، بصوا ريش البطانه او ريش اللي هو بنسميه الريش. بصوا الداخلي ده، بصوا ما شاء الله كثيف ازاي. ليه؟ زغلول نضيف. بصوا الريش الناعم ده اللي هو شبه البطاطين ده او ريش. بصوا من تحت، بصوا بقى من تحت الزغلول نضيف ازاي. بص زغلول نضيف ازاي. الجزئيه دي او المكان ده او المنطقه دي لو انت مش مهتم هتلاقيها مبلله وعنده برد وريش ما بيطلعش بشكل نضيف كده، فتاخد بالك. بصوا بفضل الله نجيب لكم واحد تاني اهو. بصوا بفضل الله الزغلول بتطلع نضيفه. بصوا ما شاء الله ريش حمايه. بصوا ما شاء الله الزغلول بتطلع نضيفه ازاي. بصوا بفضل الله. بصوا انا بس ايه هرجع الزغاليل عشان هي ايه متوتره، معلش هي المفروض ما تمسكش وتلعب بيها في الاعمار دي كده، بس احنا عشان نوضح لكم بفضل الله الفكره بشكل عملي. فالنهارده يا جماعه ارجوكم استحلفكم بالله اي حد بيدي حد معلومه ما يجيش يوري له الدنيا متبهدله عنده في العش، والعش غير مؤهل تماما ان هو يتفرخ فيه عصفور ويوصل معلومه. الهاوي المبتدئ اللي بيبقى طالع لسه هياخد كلامك كوبي بيست ويطبقه، هو شاف ان ده صح وزغلول طلع عندك. طيب ماشي، ما هو عادي يطلع زغلول عندك سليم ويطلع بساحه جيده، بس ده مش صح. او تحط شويه نشاط تفضل سيبهم لغايه ما الزغلول يتفتل، ده مش صح. فيا جماعه ارجوكم نقول الصح ونعمل الصح، عشان بفضل الله دي معلومه هتسال عنها ودي هتبقى في ميزان حسناتك يعني ان شاء الله يعني. فانا يعني الحمد لله ما بنشككش في حد، ما بنقولش في حد يقول صح غلط، لا هي المعلومات كلها او الافكار بتاعه الهوايه نفسها بتبقى عن تجارب. فانا ما اقدرش اقول ده صح وده غلط، انا ما بقولش كده خالص، لان يعني بمنتهى البساطه كل واحد طالما قلنا معلومته نجحت معاه وتجربته نجحت معاه يبقى هو نجح بفضل الله. فانا مش من حقي ان انا اقول ده صح وده غلط، لا انا ما بنظرش على حد بفضل الله. فانا بس بنتكلم في تركات بسيطه اللي هي ما تحتملش الغلط، يعني الصح والغلط هي تحتمل بفضل الله الصح، والصح بيبقى معروف بفضل الله. العيش طول ما هو نضيف كده، بصوا طول ما هو نضيف لسه الحمد لله مغير النهارده النشاره، طول ما العيش نضيف كده بفضل الله، طول ما الدنيا حلوه كده بفضل الله، هتبص تلاقي الزغاليل طالعه عندك على خير. يعني هتلاقي الزغاليل بصوا بفضل الله. هوريكم عيش تاني الحمد لله خير ربنا كتير، بس هي قصه بس انا ما بحبش اقعد امسك في العصافير واضايقهم وهم معاهم فروخ بتبقى لسه فك، عشان الحاجه بتبقى خطر قوي، لان ساعات ممكن عصفور يقلق فبالتالي يسيب الفروخ لما يحس ان في قلق عنده. بصوا لا قوه الا بالله. عيش تاني بصوا ما شاء الله الزغلول طالع برعايه ازاي. بصوا ما شاء الله، وهتلاقي الزغلول واكل بامر الله. بصوا الزغلول واكل ازاي بفضل الله. بصوا واخوه واكل ازاي بفضل الله. ليه بقى الاب والام بيخشوا بفضل الله بيلاقوا العش مؤهل والدنيا جميله والدنيا يعني زي ما انتم شايفين بفضل الله. مش هقول لك ادهن عشك زي ما انا داهن او كده، مع ان ده صح بفضل الله، لان الدهان ده بيحافظ لك على الخشبه وبيقفل المسام وبيحافظ انك تبعد اي حشرات انها تعشش في العشوش وفي الخشب. فهو يفضل لو تقدر تدهن والله ادهن. اصل دي هوايه يا جماعه، دي هوايه ولازم نستمتع بيها. الهوايه عشان تستمتع بيها اعمل الصح معاها، عشان بفضل الله هتلاقي نفسك مستمتع بهوايتك. وكل ما تخدم طيورك وكل ما تخدم مزرعتك المتواضعه او المين مزرعه بتاعتك ان شاء الله بتربي جوزين، استمتع بيهم، استمتع بالفرخ، استمتع بساحه فرخه طالعه الحمد لله
يعني بص اديكم شايفين بفضل الله دي حاجه كده قدام عينيكم. فاتمنى للجميع التوفيق، واتمنى تكون المعلومه وصلت، واتمنى اي حد يشوف الفيديو حتى اوعى يزعل مني او الله المستعان، ربنا يكرم الجميع. وان شاء الله لو الفات حلو في اللي جاي احسن بامر الله. ما تنسوش الهوايه نوايا، ما تنسوش الهوايه نوايا زي ما بقول. ولو اللي فات حلو في اللي جاي احسن. وما تنساش لو عاجبك المحتوى تعمل اشتراك ليك واصحابك وحبايبك المهتمين بالهوايه. وكان معكم اخوكم مصطفى، اتمنى الخير والتوفيق للجميع، وربنا يكرم الجميع ويبارك للجميع في حلاله. ونشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.